تكفى يا ماجد، تكفى يا هيب، تكفى يا محمد، تكفون يا عوال سعد. صاح العتيبي للمطاليق تكفون، انتم تفكون العقد من عقدها، تكفون عن عرنان، تكفون تعفون قدام روحه ما تفارق جسدها. اللي ورانا الوجه والجاه والمال رخيص الله منكم، نسأل الله العلي القدير أن يكلل المساعي بالخير وينهي الأمور لخير، والغاية رخيصكم يا بحطات، ولا قطعنا مئات الكيلومترات إلا في لزومكم، هذا واجب علمنا وعلى الجميع. يسلمون يلحقوا وافين فضلوا مرحبا ومسهلا. عبد الله بن علي بن دياب وعليتم والله يجعل ما سويتوه ان شاء الله شافع لكم ومقبول عند رب العالمين. اما بالنسبه للموضوع اللي احنا كلنا اجتمعنا علشان كلنا مجاهدين ونرجو المجهود ان شاء الله انه يجيب له نتيجه. والله ما ودنا ان تعبنا احد من بعيد ولا من قريب الا على بينه وعلى قبول وعلى استقبال، ولكن كل له وجهة نظر، كل له وجهة نظر. أما وجهة نظري في الأمور اللي يجي فيها استقبال وقبول فتجي على مواعيد وعلى ترتيب وعلى نهاية، والتخفيف في الاجتماع فيها مطلوب. أما من ناحية الأمور المستعصية مثل موضوعنا اللي احنا اجتمعنا علشانه، فهذا في وجهة نظري أن جميع من كان دعي أو له مساهمة وله دور في المجتمع إنه ما يدخل ولا يبخل بمجهوده اللي مطلوب منه، وهذا ما دعيت علشانه. وكلنا أخوان، حتى لو انها تفرقنا القبليه او المنازل بعدها من بعض، كلنا اخوان في الدين، اخوان في المجتمع، اخوان متكاتفين، عون المحتاجين وما نحتاجنا في مثل ذا الامور. يجب علينا كلنا نحن نقوم معه بقدر ما نقدر بالجاه والوجه، ونرجو من الله سبحانه وتعالى انه يقبل منا ومنكم وينفع مجهودنا ومجهودكم وسلامتكم جميع. والله وتفضل الفطور. تفضل. هذا القبائل جو مقبلين على آل هيف خصوص عرنان، الله يفك كسر ان شاء الله، ييسر امره ويجمع باهله يا رب يا رحمن يا رحيم. هذا حنا متجهين ان شاء الله. يا جماعه ترى الغداء ماخذين حسابكم، كل مخيم هنيه لحظتكم. الله ييسر الامور ان شاء الله. هذا المخيم وهذا القبائل يا أبرق. السلام عليكم. والسلام. الله يصبحكم بالخير جميعا. ما شاء الله. حياكم الله. الله يفرج فيهم. الله يفرج الشيخ فيهم. عبد الله برمجان. الله يطرح فيهم البركة إن شاء الله. ونعم وانتم يا رجلين مسرة الوحدة، لا انتم ولا لكبراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان الله يفتحكم باب صلح، وهذه رحمة تنزل عليكم كلكم مسرة الوحدة، وإن حاضرين لكم يا قبائل سبيل بالحال والمال. نايف بن عبد العزيز يا الشهداء الغالي على الحويس، سلامة الجميع وقال الكلام ما قال ودل. يا مرحبا يا مرحبا. أنا الله لا يهيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. شوف هذا الماء. ايه خلوا جهة ما يحيي. يا سعد هي يا محمد بن باقر وف والله واتقوه وف والله واتقوه وف والله واتقوه لا تصكون بباقكم فانتم مجبورين فانتم مجبورين هذول لهم حوضه عند الله سبحانه وتعالى. اظهروا علينا حاسونا ردوا علينا وين ترى الميكروفون؟ حبوا يا هذا عدلت ما جلس الميكروفون يا ولد ولما نجي معنا ولا من الفى معنا ترى احنا بعد المسنا عزاز ما احنا جالسين على عتبكم الا قدر لكم ولا مجلسنا على الزل العجب وعلى العلم الغانم. اي نعم لا احنا ولا من يسمع لكن هن انفسنا ولا يمهونا ولا تهينونا يا ربعنا لا تهينونا والمهونة تبهب لنا والله اللي ما يقابلنا ولا انتم والله في نظن فيكم بالطيب والعلوم الغانمه لا انتم مجبورين الا قابلناكم ولا انتم مطرودين الا من جلستم نطلب بجاهنا وجاه من معنا ومثلنا يجبل ومثلكم مستقبل والله ما هو ظن ان كانكم حالنا ولا تسمعون منا صوت قابلونا وان كنتم غايبين فالله يسترعنا عليكم وكل من ذا الرجال اللي موجودين قبايل ومشايخ قبايل وحمايل ومقدرين لا عندنا ولا عند حتى ولاة الامر لهم الجاه ولهم الوجه ولهم العطاء لهم المقابل لهم العلوم الغامة كلها ولا انتم اللي تطرحون قدرها لا طرحتوه ما طرح غيركم ولكن هذا شيء راجع لكم ويتركوا المجال غير يتكلم بهذه بربعات جنودنا المرابطين قولوا امين. خلوا الرجال يطلعون يا القليبه يا الهيب خاصه الله يصبحكم بالخير اللي يسمعنا واللي ما يسمعنا. انتم بضان وجيه وقدوه القبائل قدوه العبيده ولقحطان ولا قبائل المملكه وما احضروا ذا المسلمين الا في رضا الله عز وجل ثم في رضاكم وفي طمعا فيما عند الله عز وجل. فلذلك لو يظهر علينا بزر منكم والله ان كنتم ظاهرين علينا كلكم لو يظهر بزر ويقلنا الى المسلمين كانكم معطينا يا وجيه عبيده وانتم قداوه لنا وللرجال فنرجو من الله عز وجل ان تلين قلوبكم ويظهر لا كان بزر ورد على ذا المسلمين لا يلحقكم حوضا منهم والله ما نرضاكم الا ما نرضى لانفسنا لا ولا الرجال اللي حاضرين وتكلموا تكفون يا الهيب تكفون لا شيبان ولا شباب نطلب من الله ثم منكم ان يقابلنا لكان ورع ويقنع الرجال اللي واقفين على بابكم
والصلاة على محمد. أخوك مسعود بن شافي بن خديب. يا وين ماجد يا وين هيف المسمي ازحق مرتبتك الى الدعاوي نبغى فعول تسطر في الدواوي وعاداتكم ما تخلفون الهقاوي نبغى فعول تسطر في الدواوي وعاداتكم ما تخلفون الهقاوي ترى العفو محمود في السلم والدين ترى العفو محمود في السلم والدين والعتق جزاه جنة من رب سماوي ترى الربيطة ابن عم ترى الربيطة ابن عم ومن ربع واقربين ترى الربيطة ولد عم من الأدنين ترى الربيطة ولد عم من الأدنين يرجى الفرج والله وحنا الحكمة رجاوي يا الهي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ما انتم مخلين بيوتكم تو الاجناب والاصحاب وقبائلكم ومشايخكم فيكم رجاجيل في البيت وحنا ضيفان مردود ضيفان احكام عطيناكم اياه ونبي مردوده والعذر عند الاجواد يقبل. انت جملتوا ولدكم راح وسمن الراق ما ينحاط وانعيتوا بحكم الله لكم ولكن يبقى الجميل وكل شمهاني. انتم هالمواقف وانتم مقادير قبائل وانتم مسؤولين دوله ولو وجعت الروس وجع البدن نبيكم تسنوا سنه حسنه يعلمها الحاضر للغايب وتحطون مجد اللي مات ولدكم واللي بقى ولدكم والزاد والنقص عليكم حاله واحد. راقبوا ما عند الله وجنة عرضها عرض السماوات والارض. نسأل الله رب العالمين ان يهديكم للصواب والرشاد ونستودعكم الله والله يحفظ الجميع ويدل على الخير. على الله ان من عفا ان يدخله الله الجنه. اسال الله ان لا يحرمك الموقف يوم القيامه اللي ينادونك فيه عافين عن ابن عمك مرضن القبايل مرضن الله سبحانه ثم مرضن حكامك ثم مرضن بني عمك. الله يوفقنا واياك ويفتح لنا واياك ابواب الرحمه ويلين قلوبنا جميعا والله يوفقنا ويعتق رقابنا من النار قبل يوم ويعتق رقابنا ورقاب المسلمين عامه. ندين لكم بعلم طيب جايكم الفهر وعبيده والاجناب والشبيع والبقوم ومطيب ومن كل ناحيه ولا عليك بيا. انا ما مذهن والله اني مذهن والله اني مذهن والله اني مذهن والله اني مذهن. لا تفوتك الفرصه لا تفوتك الفرصه والله اني مذهن والله اني مذهن. انت اسمع والله اني بطيب من الفرع والله بطيب من الرجال اللي يتكلموا لكن هذا شيء جاء في ذمتي من رب العزه في الجلال. نذير ما بيجي نذير ما بيجي نذير ما بيجي وسلامة. مجد ولا اللي عند الله تم واللي خطب المشايخ يكفي ما انخطب فيه. ماجد يا عصابة راسي ماجد يا دخل المطلوب تبغى يا ماجد. هذا القبايل لهم حقوق ولهم حوبة كبيرة والله يستوي يجمل. تبغى يا ماجد ولا الولد مات ابن المجد تبغى يا ماجد. بني عمك كلهم يبكون وينخون من مثلك تزهم وتفزع لهم. نادر بن فراج بن نادر ومحمد بن مبارك عن نادر عن ال زايد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوي الربع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اخوان وان يجعل العفو في ايدي اخواننا في اخوانهم انه هو القادر على ذلك. يا اخ ماجد انت الان تسمع اخوانك الذين اتوك من كل فج عميق اتوا اليك في هذا المكان لا يريدون جاها ولا يريدون مالا ولا يريدون سمعه وانما يريدون ما عند الله جل وعلا. فاخرج اليهم جزاك الله خيرا وقف بينهم ان كان اردت ان تعفو فهذا لك وان اردت شرع الله فهذا لك ولكن اخرج لهم واعطهم ما يريدون فانهم يريدون منك الخروج والوقوف امامهم
وتكلمهم بما عندك، سائلا المولى جل وعلا أن يدلك إلى الصواب وأن يهديك إلى الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عياله على رجليهم ياخذ الميكروفون ويطلع في السطح ويكلمنا كلمتين ولا يعطينا، لا يخش من وجهنا، ياخذ الميكروفون وفوق السطح وينادينا ويكلمنا، ياخذ معنا ويعطي. ما جاوا القبائل من جميع القلوب وعتيبة وياه وحرب جميع القبائل الجزيرة الا يشاهدوا الرجال يظهر ويعطينا ما في خاطره، لا ينجبره يعطينا والعطاء الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يكسر وجيهنا ولا يقعد بحقنا. قبائل جاينا الاف السنين ياخذ الميكروفون ويطلع في السطح ويعلمنا ما في راسه ولا يعطينا، يقابلنا الصد جفا، الصد جفا يا محلف، وانتم عبيده هالاسلوب، لا يتكلمكم انتم عن عبيده هالاسلوب، وانتم اهلها واهل العفو واهل الجميل. يا المسلمين الله يخلف عليه ميته، الله يخلف عليه ميته، ويعجب انه حاضر ما يغيب، يعجب انه حاضر ما يغيب، لا يغيب ابن والله انا قصيره من 20 سنه انذار بانذار، ولدي اللي ذبح ولدي، لكن ما في الحزي فايده، ما في الحزي فايده، تكفوني بحطاء، تكفوني من سمع صوتي، يلا بس تداوي شوي، تكفوني رجال، اسمعوا يا الحرب، افعلوا ما قد لقاكم، ترى ما يكفيني المجيدة. عرف بنفسك انك دايس. انا دايس بالمداح، ابن سيد، السعد، الحلبة. نعم. واليوم انا جيت لوث له، انا متسابن حقي عنده وحقي عنده اليوم وبكره، وانا لو جيت على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا لجليغم استقبلوا جماعتكم واستقبلوا اخوانكم المسلمين اللي جايين، وانتم هالعادات وهالعطاء ولا يبغى يبتل عليكم عطاكم البني عمكم والمحلف اللي حاضرين من يام ومن اللي حاضرين من القبائل الثانيه، واليوم حنا واقفين عند بابكم وسبق وجيتكم وكلمتكم باسم ولي الامر ووعدتونا خير، واليوم هذا حنا واقفين توكم مع القبائل وجموع اهل نجد كلهم، اليوم لا تخلون الجموع الواقفه اللي تشهد لكم اليوم وبكره، فحنا طالبين الله ثم طالبينكم انكم تشاهدونا بس تقابلونا مقابله، وانا اتكلم نيابه عن بني عمي العجمان وعن يام. وعليكم زور. أنتم أتيتم من أماكن بعيدة تريدون ما عند الله، فأخلصوا النية وأخلصوا العمل وابتهلوا بينكم وبين الله بالدعاء أن يصلح الشان وأن يجعل العفو في أيدي إخوانهم، إنه هو القادر على ذلك. يا أخ ماجد، أنت الآن تسمع إخوانك الذين أتوك من كل فج عميق، أتوا إليك في هذا المكان لا يريدون جاها ولا يريدون مالا ولا يريدون سمعة، وإنما يريدون ما عند الله جل وعلا، فاخرج إليهم جزاك الله خيرا، وقف بينهم، إن كان أردت أن تعفو فهذا لك، وإن أردت شرع الله فهذا لك، ولكن اخرج لهم واعطهم ما يريدون، فإنهم يريدون منك الخروج والوقوف أمامهم وتكلمهم بما عندك، سائلا المولى جل وعلا أن يدلك إلى الصواب وأن يهديك إلى الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا تخليني ترى يحرمني عندك سنين، حبي عندك طيب، وتقصيني كم من سنه اتبقى هنا وياه حتى اتحرك عندي، والله العظيم ولديها كلمتني وحكت مع الباب ابى اعلمها، الرجال ما خشانه باه ما هم مخلينا احنا ما نجيه، والله القبايل مدينه ولا شافها، تكفى يا ابو سعد، تكفى يا ماجد،
تكفى يا ماجد، ماجد يصل وقول، ماجد يصل عتابه وحقائبه لي عندك. تكفى يا رجال، لا تخليهم، لا تخليني انا على الطواقم اللي ما خليك، احنا نجيك اليوم والليل، في اليوم وفي الليل، والله ما خليك، والله ما خليك، علموا يا هلا، علموا يا هلا، جايكم ما تعبرون، والله يخلف علينا وعليكم. أنا داعس من الله إن شاء الله، تمام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حنا جينا يوم حلف في داعيكم، وانتم يا رجال تعزمونا في منازلكم وتعزمونا، وجينا في مناسبة ان شاء الله انها ابرك من العزيمة وتعزمونا، وحنا جينا وما نتكلم من اخواننا بحلفنا نسفينا وتكلم باسم عتيبة وقحبان وحنا صعيام حدداكم حلفاكم، وانا الحزوبة وقبيل ثياب معي رجالكم ان حقنا عليكم تدعونا في بيوتنا المجيكم، وجينا في هذا اليوم المبارك. نبغي واحد منكم يا عيال ال جيغم ياخذ الميكروفون ويطلع في السطح ويكلمنا كلمتين ولا يعطينا، لا يخش من وجيهنا، ياخذ الميكروفون وفوق السطح. سلطان علينا شيخ الرحات الفقول باسم قبائل الفقول، تكلم فيه الشيخ فيصل بن الله الغربي ومن حضر من شيخ الفقول وهالمسلمين اللي حضروا كلهم، ومن احياها فكما ان احيا الناس جميعا، ومن عفا واصلح فاجره على الله. تكفون يا لجليهم، تكفى يا ماجد، انا فاتين عند الله سبحانه وتعالى فم عندك، انا جينا ضيوف الله سبحانه وتعالى فم ضيوفك. تكفى يا ماجد، تكفى يا ماجد، تكفى يا ماجد. المسلمين اللي جو من جميع اقطار الارض، من جميع قبائل المملكه، والله انك تحسد عليها يا ماجد، والله انك تحسد عليها. المسلمين اللي جو تقديرا لك ووفاء لكم يا رجليها، والله ما قطعنا آلاف الكيلوهات من ديارنا الا لهذه الاسره الكريمه، اسره ال جليهم، اسره الوفاء، اسره المروه، اسره الرجوله، اسره الشهامه. تكفون يا رجليهم، حنا ضيوف الله ثم ضيوفكم، لا تخيبونا، حنا وهالمسلمين من جميع القبائل. تكفون اليوم جينا وبكره رجع لكم ما تجون، هالمسلمين جوكم وجو تقدير الله سبحانه وتعالى ذنبكم. جو رجال قبل شهر عندي انا لا يعلمون عند قبائل الفقود، واستقبلوهم بالعلم قبائل الفقود، اليوم استقبلونا جعلكم تسلمون. طالبينكم تيجي هالمسلمين ويجي هالسعود حكامنا تستقبلونا، والله يكتب اجركم جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا جميعا ان الله يجمعنا واياكم في الجنه. ما نتحدث من مشايخ القبائل من المملكه العربيه السعوديه ومن خارجها، الى هذا المكان مقدرين المكان والموقف اللي انتم فيه، ومقدرين ما حصل على ولدكم، ولا شك انتم والين والربع اللي يستدعوكم كذلك وجوا لهذا المكان من غلاكم وتقديركم. وجمع هذا ان شاء الله جمع مبارك، ولعلنا ان شاء الله نحظى في هذه الساعه بدعوه مباركه من الجميع وبحضوركم ومقابلتنا. نحن نمثل ومن حضر في هذا المكان من ولاة الأمر، من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده، وكذلك أنا مندوب صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. أنا ومن حضر معي مشايخ المنطقة الذين هم أعضاء لرجال صلاح ذات البين في أمارة منطقة عسير، والذين تعرفون من قبائلكم لهم دور كبير في الإصلاح والعفو عند المقدرة، والعفو هو من شيم الرجال، وأنتم إن شاء الله من أفضل الرجال وأطيبهم. نأمل منكم إن شاء الله أولا مقابلة القبائل والسماع منهم والتحدث منهم وطيبة خاطرهم، ولا حد ما يقدر يعصركم على شيء ما أنتم راضين به، كلنا ندور رضا الله سبحانه وتعالى ثم نرضاكم. ومقابلة ربعكم ومقابلة القبائل هي أهم شيء في هذا الشأن، ونخشى بيوم من الأيام أن تحتاجون القبائل مثل ما احتاجوا ربعكم لهذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم ويوفقكم ويجعل عملنا وعملكم خاص الوجه، وحنا جايين بوجه الله سبحانه وتعالى وبجينا عندكم
وإن شاء الله يتحقق لنا. هنا مشايخ قبائل كل منهم يريد أن يتحدث ويعبر ما في نفسه، ولكن هذه مشاركة منا ودعوة تلقيناها، ونسأل الله أن الله يسدد خطانا وخطاكم ويزين عملنا وعملكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحب نبين حنا يا قبيلة آل سعيد قد عفانا عن سبعة، قد عفانا عن سبعة ورفعتنا عند الله وعند القبائل وفي كل مكان. كل يوم أنا ما نبي أن نتكلم قدام العالم، ولكن أنت يا الجريغم وأنت يا الهيف وأنت يا ماجد تعلم الرجال وشيخ دين وشيخ عرب وشيخ مكانه ومعروف في الامور كلها، فانا حبيت اوضح ذي النقطه ان سبق العفانا عن سبعه، والله انها رافعتنا عند الله ثم عند خلقه ثم عند في كل مكان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدكم فلاح بن محمد القرقاع شاعركم اللي طول وجهي يرتفع راسي بفعولكم، واتكلم نيابه عن الشيخ هيثم بن سامي القرقاع شيخ الغانم الحاضر في اول الحاضرين، ونطلبكم بوجه عزيمه ووجهه قبلهم وبوجه الحاضرين واقفون موقف يلزمكم. انتم من يوم خلقكم الله وانتم قدوه كل حمر عين، وصدت من الجهه الراجل ما يبلكم ومحسوبة عليكم، وابن رقاب العاطفي اللي فعله يطول وجهه يقول من عفا يصح تجمل ولا هي له بحور، وعاد تطيب العجات بالربعه طمور ما يمسح بالها الا لقت من عداه. سلامتكم. بسم الله. كل هالناس جايين في حشمتكم، كل هالناس جايين في عجب عيونكم، كل هالناس جايين برضا الله برضاكم. بناخيكم من السجن والله لا زايد طلع ولا ناقص الراح، لكن ربعي اهلي فالاجر من الله سبحانه وتعالى. ابشروا بالعز والله ما يزيدكم التنازل الا عز عند الله سبحانه وتعالى وعند ولاة الامر وعند خلقه. واليوم انتم قدوه لغيركم، ولا قابلنا ولا تنازل ما شرعنا عليه، لكن انتم قدوه له النجد، انتم حمايه، انتم رؤوس عرب، انتم مقابل عرب، تكفون وتكفون ماضي، تكفون وتكفون جناهم كلكم كبيركم وصغيركم. ورا ما جينا والله ما جينا كله على اساس المسلم حياته وموته بيد الله سبحانه وتعالى، لكن انا جايك ملايين على المحن. واليوم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اليوم العز والله ان الله سبحانه وتعالى حط في الضعف بين يديكم، الجنه مفاتيحها في يد الله سبحانه وتعالى بيديكم، لا تموتكم لا تموتكم ولا تعمرنا قبلنا مرسلينكم وعندكم يقولنا قدام الله في اليوم تراكم قدوه خير وان عييتوا فانتم اصحاب حق، اصحاب حق والله ما حد يلايمكم، لكن ربعيه هذه فلجر الناموس العلم الطيب. اليوم انا ما بعد شفت امشي وانا مع ابوي في الملأ والحين شايف والله ما شفت مثل الملفى، والله ما شفت مثل الجمع. كله تقديركم، تقدير لمكانتكم، تقدير لمقامكم. فاليوم يا ماجد ان كانك تسمعنا ولا بتسمعنا ترى حنا رايحين فيك، ترى اماننا فيك، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لكل شيء بكل اجل كتاب. ما ندري الله يقدر شيء في هالساعه من الشيء اللي احنا نبيه ولا مأخرها الله سبحانه وتعالى وقت مبارك، لكن تكفى يا ماجد ارحم من بالارض ورحم في السماء. الرجال لهم حوبه، الرجال كبار النجد وكبار المملكه العربيه السعوديه ترى لهم حوبه، ترى لهم حق، لا تطرحون قدرهم، لا تطرحون حقهم، اتقوا الله من نفسكم، الله لا يحوجكم ولا يحوج الا يحوج الحاضرين. البلاوي تغني وربما يوم من الايام لا سمح الله تحتاجون الرجال وتحتاجون بس عطمه مدهم مدخول، ولو غيركم والله ما نكسر بخوله. انتم قدوه، انتم معانا كل الاشياء هذه في رجعنا فالله يثبتكم ان شاء الله. مع السلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الجمع الكريم، أهل الخير، أهل مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكيف أحوالكم؟ كنت متأخر، أخوكم فيصل بن مناحي الغرموط. ودي والله كل منكم أسلم عليه وأشوفه باسمي، باسم أخوي الشيخ نايف بن سلطان العليمي البقيم شيخ الرحاش، والشيخ حسين بن ناصر البقمي مشايخ البقوم والحاضر معنا البقوم.
نقول الله يكتب لكم الاجر ولنا جميعا والله يثمن اخطاكم. وحنا في محل عامل، محل الجلاغل، محل ماجد، والمسلمين هذه حاضرين من جميع اقطار المملكه العربيه السعوديه من الخليج. يا ماجد يا ماجد يا ماجد يا ابا العوايد، المسلمين ناصرين الله ناصرينه وفي محلك، وانتم معروفين بالمراجل، معروفين بالوفاء، معروفين بالعفو، معروفين بالشيم، معروفين. وعلمنا من جمعنا اننا فيكم ظن ولا فيكم امل ومتاملين منكم العمران ومن المهديين، وانتم من جهه الهم الوصول ويقدرون ويقدرون. لا تصدون يا مال الغنيمه، ولا صدق ابنكم، ما هي ابنكم، ما هي ابنكم، ولا ضرنكم بها، ولا صدق مثلكم. قادرونا والله لا قادرينكم ولا مجبورين ولا منصوبين. وندري ونعلم ان قد جاكم مناديب من الملك، والملك ملكنا وحاكمنا وقائدنا وموجهنا، وكلنا يد الموجود نضرب جهه وثمجها، ومندوبه موجود معنا، مندوبه موجود معنا. أصبح من يتكلم عمر يسمعونا ولا فتونا. كان أحد تنازل وندم سمع علم بالتنازل لا تنازلون، وإن كان بحر تنازل لا تنازلون. وحنا يوم جينا ما حنا بريخي الا القاتل ولا ابوه، حنا جينا عليكم حمراء، جينا متجمعين هالجمع الغفير نفرغ لهم، فلا تكونوا يمين عليه. لو ولدت مقاتل ولا ما تعذرونا، شو يا رجال؟ النهار طويل يا رجال، النهار طويل، اصبر الله يجزاك خير. اقول انا اتكلم باسمكم ترى، وتبغون انهي عميتها، لكن انا اعرف الجليغم، انا اعرف ماجد وانتم تعرفونه، رجل من كل خير قريب، رجل ندور فيهم بشير وندور فيهم بعيد، تكفون باسم المسلمين الحاضرين، باسم ولاة امرنا، تكفون ترجم، تكفون من ناموس، والله ان ناموس، والله ان عز منكم، والله ان توفيق لكم من الله، الله لا يحرمكم الاجر، الله لا يحرمكم الاجر. وترانا لو جينا المره هذه ما لقيناكم، بنلقاكم بمشيئه الله تعالى، والله يكتب الاجر للجميع، والله يكتب الاجر. اعذروني والله ما اتكلم ابا السمعه ولا رياء، لكن اهل الجليغه محتاجونا والمسلمين يحتاجونا، والله يوفقنا واياكم. وادعوا الله يا مسلمين ان الله ينزل الرحمه في قلوبهم، وان الله يسخرهم، وان الله يدلهم على العلم الطيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وجه. الحمد لله والصلاه والسلام. هم بالمرجله وكلها نحسبهم والله حسيبهم عندهم. قال الله عز وجل: فمن عفا واصلح فاجره على الله. يا ماجد تكفى، قال على الله، ما قال عنده، على الله، لم يقل حسنه ولم يقل 100 حسنه ولا 1000 حسنه، قال على الله. تكفى يا ماجد، والله احنا نعلم والقبائل تعلم ان عرنان ما جه قصدا لقتله، وانما قدر الله ما شاء فعل، وهذا ما يهونها بالخاطر. من الله تحتسب الاجر عند الله. عمي جابر بن دايس، ولي الشرف اني اذكر هذا الشيء، عفى عن شخص والله العظيم انه عفى عنه، انه فرج على قبيله، الله يفرج عليه ما دام حي يفرج عليه. يا ماجد انتهز الفرصه، ساقها الله اليك، والله يبتلي المؤمنين، فالله ابتلى امتحنكم بهذه المصيبه، فات اللي فات واجل ومضى الى الله، فالله ساق اليك الاجر، جنه عرضها السماوات والارض اعدها الله لمن؟ قال للمتقين، ثم قال: والعافين عن الناس. هذا من عمك
أنا والله الذي لا إله إلا هو أني ما أستطرق إلا الخير، هذا غنيمة وأجر عند الله، ثم معروف عند القبائل، فتكفى يا ماجد، ترى الله ساق لك الأجر والله العظيم. كل قضى الناس كل جاء يبي له سهم في الخير، والله ساق الأسهم كلها في عندك، فلا تفوت لك الفرصة. أسأل الله جل وعلا يا أخوان إن الله يفرج عليه، وإن الله يعتق رقبته، وإن الله يلين قلوبهم، وإن الله يرفعهم عزا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا سبحانه وتعالى. فيكم كبير اليوم لنا حق، والرجال هذول كلهم لهم حق، أنتم تأخذونها وتعطونها. واليوم والله لو ندري ولدكم يطلع ما يكفينا فيه حتى 100، وأنتم هذه المجازف وهذه المواقف الطيبة تكفون يا بني شداد، تكفون يا بني شداد، نزهمكم، تكفون يا بني شداد. أنتم هذه المواقف وهذه المجازف اليوم نبيها منكم، بطلتكم من الرجال هذول كلهم. اليوم الرجال كلهم من الجزيرة العربية جميع القبائل لهم حق، والله لهم حوضة عنواتهم لهم حق. تكفون يا الهيل، أنتم على العلوم الطيبة وعلى المواقف الطيبة. على المواقف الرجال ما يبني بيته ويبني بمجالسه، ألا يستقبل الرجاجيل ولا يخليها فلا يبنيها، يقعد يمشي على مقصى الديار. واليوم لنا حق، غدته رمز لقحطان وللقبايل، جانا له نزل معطي ولده جمع العنزه وجمع قبايله. واليوم حنا نبي جمالتنا عندكم، ان كنتم تسمعونا فهذا حقنا عليكم يا بني عمكم. رجال الراح وبقاعد تاكل وتطحن رحاها وبتلحقونهم وبنلحقهم، ولا يبقى الا الجمال يا ربع المهادي ويا ربع شهد الخوي. جيناكم بالجيهنه وفيها سلامتكم وطالت حمار. ندير لكم بعلم طيب جايينكم الفهر وعبيده والاجناب والشبيع والبقوم ومطير ومن كل ناحيه، ولا عليك بيا انا ما مذهن مذهن والله اني مذهن، والله اني مذهن، والله اني مذهن، والله اني مذهن. لا تفوتك الفرصه، لا تفوتك الفرصه، والله اني مذهن، والله اني مذهن. انت اسمع، والله اني بطيب من الفرع، والله بطيب من الرجال اللي يتكلموا، لكن هذا شيء جاء في ذمتي من رب العزه والجلال. وانا نذير ما بيجا، نذير ما بيجا، نذير ما بيجا، وسلامة. نجد ولا اللي عند الله تم، واللي خطب المشايخ يكفي ما نخطب فيه. ماجد يا عصابة راسي، ماجد يا دخل المطلوب، تكفى يا ماجد. هذا قبايل لهم حقوق ولهم حوبة كبيرة، والله يستوي يجمل. تكفى يا ماجد، ولا الولد مات ابن المجد. تكفى يا ماجد، بني عمك كلهم يبكون وينخون من مثلك، تزهم وتفزع لهم. نادر بن فراج بن نادر ومحمد بن مبارك عن نادر عن ال زايد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوي الربع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخوان بأن يجعل العفو في ايدي اخواننا في اخوانهم، انه هو القادر على ذلك. يا اخ ماجد، انت الان تسمع اخوانك الذين اتوك من كل فج عميق، اتوا اليك في هذا المكان لا يريدون جاها ولا يريدون مالا ولا يريدون سمعة، وانما يريدون ما عند الله جل وعلا. فاخرج اليهم جزاك الله خيرا، وقف بينهم. ان كان اردت ان تعفو فهذا لك، وان اردت شرع الله فهذا لك، ولكن اخرج لهم واعطهم ما يريدون، فانهم يريدون منك الخروج والوقوف امامهم وتكلمهم بما عندك، سائلا المولى جل وعلا ان يدلك الى الصواب وان يهديك الى الرشاد، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا سامعين اذا صلوا على النبي. يا الهيف يا الهيف يا اهل العفو ويا اهل المغفره، انا اشتيت من فجعان مجهر الاحباب، والاحباب قد سبق وجيتكم وطلبت لهم استقبالا منكم، يجونكم في محلكم
واقنعتونا باللي اقنعتوا به رجال قابلنا، واليوم حل الفطار يا صيام تكفون يا قحطان، ورجال الاحباب على الهام موجودين اليوم على راس الشيخ، على راس الشيخ عبد الله بن علي بن جناب، وعلى راس الشيخ بن عويد والشيخ بن مهجعان والشيخ بن شعله وشيوخ الالعاب وشيوخ الرشده العايش وكل شيوخ الاحباب والمعذره وشيوخ الشريف الى ما عدت احد، فنماهم وعدتونا اليوم وجينا في رضاكم وفي حسناتكم وسيئاتكم والعفو انتم اهل الله، ونرجيه من الله ثم منكم اتقوا الله في هذا المسلمين، وقابلونا ان عطيتونا في حق الله عليكم، وان اعتذرتونا فنقنع الناس مثل مسنعهم، تكفون يا نشامه، ما انتم اللي تكفون، انتم اهل المقابل ومقادم العرب كل يوم، وادخل على الله سبحانه ثم ندخل عليكم في بيوتكم، حمود المشايخ اللي شفتوهم من كل فج وصوت، كل رجال منهم له حق، وندخل على الله ثم ندخل عليكم، وحن عوانيكم ربعكم الاحباب، وعدتونا وجينا. الله سبحانه وتعالى كما اجتمعنا جميعا ان الله يجمعنا واياكم في الجنه. ما نتحدث من مشايخ القبائل من المملكه العربيه السعوديه ومن خارجها، الى هذا المكان مقدرين المكان والموقف اللي انتم فيه، ومقدرين ما حصل على ولدكم، ولا شك انتم والين، والربع اللي يستدعوكم كذلك وجوا لهذا المكان من غلاكم وتقديركم. والجمع هذا ان شاء الله جمع مبارك، ولعلنا ان شاء الله نحظى في هذه الساعه بدعوه مباركه من الجميع وبحضوركم ومقابلتنا. نحن نمثل ومن حضر في هذا المكان من ولاة الأمر، من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وكذلك أنا مندوب صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. أنا ومن حضر معي المشايخ المنطقة الذين هم أعضاء للجان صلاح ذات البين في أمارة منطقة عسير، والذين تعرفون من قبائلكم لهم دور كبير في الإصلاح والعفو عند المقدرة، والعفو هو من شيم الرجال، وأنتم إن شاء الله من أفضل الرجال وأطيبهم. نأمل منكم إن شاء الله أولا مقابلة القبائل والسماع منهم والتحدث منهم وطيبة خاطرهم، ولا حد ما يقدر يأصلكم على شيء ما أنتم راضين به، كلنا ندور رضا الله سبحانه وتعالى ثم رضاكم. ومقابلة ربعكم ومقابلة القبائل هي أهم شيء في هذا الشأن، ونخشى بيوم من الأيام أن تحتاجون القبائل مثل ما احتاجوا ربعكم لهذا المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددكم ويوفقكم ويجعل عملنا وعملكم خاص لوجهه، وحنا جايين بوجه الله سبحانه وتعالى وبكينا عندكم، وإن شاء الله يتحقق لنا. هنا مشايخ قبائل كل منهم يريد أن يتحدث ويعبر ما في نفسه، ولكن هذه مشاركة منا ودعوة تلقيناها، ونسأل الله أن الله يسدد خطانا وخطاكم ويزين عملنا وعملكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ماجد يا بالعوايد، المسلمين ناصرين الله هم ناصرينك وفي محلك، وأنتم معروفين بالمراجل، معروفين بالوفاء، معروفين بالعفو، معروفين بالشيم، معروفين بالقيم. واليوم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شوفوا ناظروا هالأمة اللي والله ما شفنا مثلهم إلا في القرين في المشاعر المقدسة، كل هالناس جايين في حشمتكم، كل هالناس جايين في عجب عيونكم، كل هالناس جايين في رضا الله برضاكم. ابن اخيكم اللي بالسجن والله لا زايد طلع ولا ناقص الراح، لكن ربعي يا اهلي الاجر من الله سبحانه وتعالى، ابشروا بالعز، والله ما يزيدكم التنازل الا عز عند الله سبحانه وتعالى وعند ولاة الامر وعند خلقه. واليوم انتم قدوه، لو غيركم ولا قابلنا ولا تنازل ما شرعنا عليه، لكن انتم قدوه له النجد، انتم حموله، انتم رؤوس عرب، انتم مقاديم عرب. تكفون يا ماجد، تكفون يا الجناهم كلكم كبيركم وصغيركم. ترى ما جينا والله ما جينا كله على اساس المسلم حياته وموته بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الاجاويد ملوث عن المحن. واليوم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض
أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اليوم العز والله أن الله سبحانه وتعالى حط قدامكم بين يديكم الجنة مفاتيحها بيد الله سبحانه وتعالى بيديكم. لا تفوتكم لا تفوتكم، لا يفوتكم الأجر، لا يفوتكم الناموس، لا تفوتكم السنة الحسنة، تراكم قدوة. إن الله رب سبحانه وتعالى وجبت المسلمين وجبت ولاة أمرنا قبلنا مرسلين لكم وحنا كل قلنا خدام الله ثملهم، تراكم قدوة خير وإن عييتوا فأنتم أصحاب حق والله ما حد بلايمكم، لكن ربعية هذه فالأجر فالناموس فالعلم الطيب. اليوم أنا ما بعد شفت أمشي وأنا مع أبوي في الملعب والحين شايف والله ما شفت مثل الملفى، والله ما شفت مثل الجمع. كل تقديركم تقدير لمكانتكم تقدير لمقامكم. اليوم يا ماجد إن كانك تسمعنا ولا بتسمعنا ترى حنا رايضين فيك، ترى أماننا فيك، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لكل شيء لكل أجل كتاب. ما ندري الله يقدر شيء في هالساعة من الشيء اللي احنا نبيه ولا مأخرها الله سبحانه وتعالى وقت مبارك، لكن تكفى يا ماجد ارحم من بالأرض ارحم في السماء. الرجال لهم حوبة، الرجال كبارها النجد وكبار المملكة العربية السعودية ترى لهم حوبة، ترى لهم حق. لا